أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وحكاوي المونديال، لقاء المرتقب اللي بتنتظره جماهير الوطن العربي كله من المحيط للخليج. لقاء المنتخب المغربي الشقيق العربي مع المنتخب الأسباني، الماتادور الأسباني مع منتخب المغرب. مباراة لحد اللحظة اللي بسجل فيها الفيديو لسه ما خلصتش، لكن انتهى الوقت الأصلي 90 دقيقة بالتعادل بدون أهداف. استبسال ودفاع كبير من نجوم المنتخب المغربي. منتخب المغرب المنظم اللي واقف صح في منتصف ملعبه، مقفل كل الخطوط، اللعيبة بتمشي كتلة واحدة ناحية اليمين أو ناحية الشمال في حالة الهجوم. طبعا منتخب المغرب قدم مباراة، يعني أنا عايز أقول مباراة كبيرة قدام ماتادور اسباني من المنتخبات المصنفه انها تفوز ببطوله كاس العالم قطر 2022. مباراه كبيره الى الان المنتخب المغربي مقدمها قدامي الشاشه، وطبعا الوقت الاصلي من اللقاء انتهى بالتعادل بدون اهداف. نجوم يعني كل التحيه والتقدير لنجوم المنتخب المغربي، عملوا مباراه كبيره، واذا ربنا وفقنا او وفقهم النهارده ان شاء الله ان هم يفوزوا على الماتادور الاسباني، هيبقى انجاز تاريخي لم يسبق له مثيل في الوطن العربي كله. المنتخب المغربي هيكون من ضمن المنتخبات اللي وصلت ان شاء الله عقب الفوز باذن الله، ونفرح مع بعض على منتخب اسبانيا. هيبقى انجاز تاريخي لم يسبق له مثيل للمنتخب المغربي ولكل المنتخبات العربيه من المحيط للخليج. مباراه اسود الاطلسي عاملين لقاء جامد وكبير دفاعيا. لو اتكلمنا عن الشوط الاول بدا ب المنتخب المغربي لعب باتزان هجومي ودفاعي، لكن السيطره والاستحواذ من بدايه اللقاء لنهايه اللقاء كانت لصالح المنتخب الاسباني، اللي صعب ان اي فرقه ممكن تجاريه في سرعاته وفي تيكي تاكا اللي بيلعب بيها. منتخب مصنف للفوز بالبطوله، منتخب كبير، منتخب دوري الاسباني يعد من واحد من اقوى الدوريات في العالم. يتمتع منتخب اسبانيا بانه بيضم نجوم كبيره في الدوري الاسباني، ماركو اسينسيو، في فيران توريس، وفي لعيبه كتير جدا في المنتخب الاسباني، كل واحد اسم وكل واحد له تؤلف في النادي اللي بيلعب فيه طبعا. لكن الاستبسال الكبير اللي قدمه نجوم المنتخب المغربي في فترات كتيره، منتخب المغرب اضاع بعض الفرص المحققه لتسجيل او البدء بتسجيل هدف مباغت على منتخب اسبانيا. لكن طبعا مش هنقول رعونه، لكن هنقول عدم توفيق للاعيبه المنتخب المغربي في ان هم يسجلوا هدف. انك تسجل هدف في منتخب اسبانيا امر صعب، انك تكسب منتخب اسبانيا امر اشبه يعني مش هقول لك المستحيل، لكن قد يكون ان المنتخب المغربي يخطف من هجمه مباغته. المنتخب المغربي بيلعب على الهجمه المرتده السريعه. المنتخب يا جماعه لو اشرح لكم ازاي بيلعب، واقف كتله واحده بعرض الملعب، الكره ناحيه الشمال، اللعيبه معاها ناحيه الشمال، الكره ناحيه اليمين، بيروحوا بينتقلوا مقفلين زوايا الملعب من كل حته. اي عرضيه، اي اماميه بتتلعب او عرضيه من الشمال لليمين او العكس، بتلاقي كل الكور العاليه بسم الله ما شاء الله لعيبه المنتخب المغربي، كل الكور الالتحامات اللي في ال 18 او على ال 18 اوفرات عاليه بتكون من نصيب لعيبه المنتخب المغربي. مقدمين مباراه كبيره، مقدمين مباراه رائعه قدام المنتخب الاسباني، مستأسدين بجد. اسود 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 ابطال ان شاء الله باذن الله. الفوز يكون مرادهم. انا توقعاتي قبل المباراه ان منتخب اسبانيا هيفوز لا محال على الورق، لكن نقطه من اول السطر، المفاجآت وارده. المفاجآت وارده يا جماعه. قد يكون يوم المنتخب المغربي النهارده ويتوفق ويكسب النهارده المنتخب الاسباني ويصعد لدور الثمانيه ويقابل الفائز من سويسرا والبرتغال، ويبقى عنده امال كبيره يبقى واحد من الاربعه الكبار في كاس العالم. امنيه انا جوايا بقول يا رب المغرب تكسب. لما بقول توقعاتي ان المنتخب المغربي او الاسباني هو اللي هيفوز قبل اللقاء، مش معنى كده ان انا عايز منتخب المغرب يخسر، لا بالعكس. الاماني حاجه والتوقعات
والارض الواقع حاجه تانية خالص. المنتخب الاسباني فريق صعب ان اي حد يفوز عليه، منتخب كبير، منتخب يعني بيلعب بسرعات وبينقل الكوره من اليمين ومن الشمال وفي نص الملعب. لا، فرقه منظمه تكتيكيا وفرقه كبيره، لكن المنتخب الاسباني يعاني من اختراق دفاعات المنتخب المغربي حتى الدقيقه 94 من الوقت الاضافي الاول الشوط الثالث. المنتخب المغربي مستأسد ومستبسل وواقف صح. صراحه المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي عرف ازاي يوقف لعيبته حتى الان، حتى الدقيقه 94 من الشوط الثالث الشوط الاول الاضافي. منتخب المغرب مقدم عرض رائع، مقدم مباراه كبيره، وعارف ازاي يحط لعيبه المنتخب الاسباني قدام عينيه. مفيش هفوه. ان شاء الله ان شاء الله يتوفق المنتخب المغربي في انه يفوز بلقاء الكبير ويصعد لدور ال 16. هنتابع معاكم ان شاء الله اللقاء. انا هوقف الفيديو وهكمل معاكم ان شاء الله نفس الفيديو، لكن هستنى اشوف الشوط الثالث والشوط الرابع. انا مش هقدر، وفي كوره انفراد قدامي، وانفراد حط يلا حط يا راجل، كوره ضاعت يا اوفسايد. هجمه لمنتخب المغرب كانت يعني، بس للاسف طلعت اوفسايد لانه متقدم فعلا، هي اوفسايد تسلل. مباراه رائعه. منتخب المغرب لعب مباراه كبيره وبيلعب مباراه كبيره، لكن يعني فرصه يعني اتحمست فيها، والحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يتفوق ويكسب اللقاء. هرجع لكم تاني لان مش هقدر اكمل الفيديو واللقاء شغال. هكمله ان شاء الله بعد المباراه ما تخلص ونحتفل مع بعض بفوز المنتخب المغربي وينتهي اللقاء وتنتهي المباراه ال 30 دقيقه الوقت الشوط الثالث والشوط الرابع بالتعادل. مباراه مثيره، هجوم ضاغط من المنتخب الاسباني طيله 30 دقيقه غير ال 90 دقيقه من الشوط من شوطي المباراه. الوقت الاضافي الاول والثاني منتخب الكوره او اتجاه الملعب في اتجاه مرمى المنتخب المغربي، استبسال، دفاع قوي، هجمات مرتده. مش معنى ان المنتخب الاسباني هو اللي كان مسيطر وهو اللي كان بيلعب على مرمى منتخب المغرب ان مفيش خطوره لمنتخب المغرب او هجمات. كان بيستغل وليد الركراكي الاندفاع الهجومي للمنتخب الاسباني، وكان بيشن هجمات مرتده سريعه. بالفعل انفرادين تقريبا لمنتخب المغرب وكذا هجمه من على طرفي الملعب اضعوها لاعبي المنتخب المغربي او مهاجمي المنتخب المغربي في يعني غرابه شديده. المنتخب الاسباني استحواذ كامل من اول دقيقه لاخر دقيقه من المباراه، 90 دقيقه استحواذ منتخب المغرب الاسباني، و30 دقيقه المباراه في اتجاه واحد وخطوره على مرمى المنتخب المغربي، لكن كانت فيه هجمات واخطر على مرمى المنتخب الاسباني. حتى اخر لحظات اللقاء كاد ان يحرز المنتخب الاسباني هدف قاتل في اخر ثانيه من المباراه، لولا ستر ربنا ولولا يعني لطف ربنا. الكوره خبطت في القائم الايمن لحارس المرمى بونو وطلعت بره ضربه مرمى، وبعدها بثانيتين صفر الحكم بانتهاء الشوط الرابع واللقاء بالتعادل بدون اهداف. مباراه كبيره تاريخيه عمل فيها المنتخب المغربي اللي احنا عاوزينه او اللي هو عاوزه، انه ما اتغلبش خلال ال 90 دقيقه ونص ساعه وقت اضافي. بنحيي منتخب المغرب على الاداء الرائع والرجولي في الملعب امام الماتادور الاسباني. هنشوف دلوقتي وقت ضربات الجزاء. العمليه بقت حاليا 50-50. منتخب اسبانيا منتخب كبير، منتخب المغرب منتخب برضو كبير. ضربات الجزاء ملهاش يعني اعتبارات، اللي يتفوق او يكون عنده التوفيق هو اللي هيكسب. اللي يقول لك هيكسب المغرب هقول له لا، هيقول لك هيكسب اسبانيا هقول له لا. دي حاجه، دي ضربات الحظ الترجيحيه. هنشوف وهنتابع ضربات الحظ الترجيحيه، وبعدها هنرجع تاني نبارك ان شاء الله بفوز المنتخب المغربي على الماتادور الاسباني في واحده من كبرى مفاجآت دور ال 16. انتظرونا مع بعد لقاء المباراه او بعد ضربات الجزاء، هنرجع لكم تاني ونتكلم ونقول، وباذن الله هنبارك
بفوز المنتخب المغربي. مبروك 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 المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كبرى مفاجآت البطولة. أكبر مفاجأة في بطولة كأس العالم قطر 2022، المنتخب المغربي يتفوق على الماتادور الأسباني ب3 أهداف مقابل هدف في ضربات الجزاء الترجيحية. مبروك لكل شعب المغرب، مبروك لكل الوطن العربي، مبروك لكل الناس. منتخب المغربي إلى دور الثمانية في مفاجأة كبيرة كبيرة. منتخب المغربي يحقق انتصار كبير على الماتادور الأسباني بضربات الجزاء الترجيحية. مبروك يا أبطال، مبروك. المباراة صراحة يعني على أعصابنا. تفوق المنتخب المغربي بضربات الجزاء الترجيحية وفاز باللقاء. ألف 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 مبروك وهارد لك لأسبانيا. المنتخب المغربي أول فريق عربي يصعد إلى دور الثمانية في كأس العالم عبر تاريخه. ألف 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 مبروك. يعني لو مشاعر ايه ده ايه ده ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي. طبعا حزن كبير للاعبي المنتخب الاسباني بعد سيطره كامله طوال 120 دقيقه على مجريات اللقاء، لكن الكوره لا تعترف الا بالاهداف، ويسجل المنتخب المغربي في ضربات الجزاء 3 أهداف ويفوز على منتخب اسبانيا. اسبانيا اسبانيا. مبروك لمنتخب المغرب، مبروك لشعب المغرب، مبروك لكل الوطن العربي. الفوز تاريخي تاريخي تاريخي.